السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. هذا الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. هاي دولمة، طبعا الدولمة أنا ناشرتها هواية بس حبيت اليوم أشارككم يعني يومي. هذا السلك جبته وخليته بالشمس شوية لحد ما ذبل. وتعرفون اللحم حشوة يعني مالت الدولمة، هذا اللحم أنا كان جامد عندي بيلية. وشوفوا المفاجأة اللي قلت لكم إياها، أول مرة أصور المطبخ مالتي قبل وبعد. هاي قبل يعني قبل ما أنظفه هوسه. هنا الحشو حبايب قلبي، وهذا الحشو كلكم تعرفونه مال الدولمة، طماطة وبصل ولحم زيدة ليلية وكرفس وبصل أخضر زيدت، والتوابل معجون ودبس الرمان وكاتشب وصاص وضفت خاشو قد قهوة وخاشو قد دبس وخاشو قد شكر، أنا هاي إضافاتي، وكركم وفلفل حار وملح الحامض. طبعا هنا جاي اشوفكم المطبخ يعني قبل وبعد. هاي المفاجأة اللي قلت لكم عليها، لأن أنا مو مصورة المطبخ مالتي ولا هو بسيط، بس الحمد لله إن شاء الله على الجايات اللي تعرفون شلون كملنا البناء. وهاي في بداية يعني شلون شوي شوي العافية بالتداريج حبايب قلبي. والجو كان مشمس، وهاي كملت الحشو راح ألف الدولمة. شوفوا حبايب قلبي، هاي العضود أو السيقان انتو شو يسموها مالت الدولمة، خليها جوا بالجدرية. هي أضيفها أول مرة. شوفوا حبايب قلبي، هذا الحشو. وهاي هنا لفيت لي طبعا لفيت شوي من عندها وكملتها. بعد ما كملتها ضفت لها عضودة وضفت هذا زيت فوقها للوجه مالتها، لأن أنا ما ضفت بالجدر حبايبي متابعيني. وهذا اللي جاي أقول لكم عن المعدنوس أو الأكرفس، جففوا يعني يوم مطار يوم ما تطلع أم البيت يفيدها. هاي الحافظة مال الدليفري مال الأكل يعني اللي تجيبينه من برا، لا ذبيها، غسليها بمي حار ونشفيها وضمي بيها تفيدك. شوف شلون فادتني هسه أني، ضمت بيها الكرفس. هذا ثربت تقريبا باكتين كرفس ضمت بيها، يعني يوم ما طلعين ومحتاجة كرفس طلعين مجمدة، والبيت لازم يعني جوائتها هيك شغلات. حبايبي متابعيني ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. وهاي الدولمة بعد ما كملتها وخليتها على النار، خليت على الوجه مالتها دبس الرمان، لان نحبها حامضة حلوة احنا. قلت لكم ضفت لها شكر ودبس وملح وحامض، يعني حامضة حلوة. ضفت لها يعني حامض حلو اسويها. وشيء اكيد هاي الشغلة هم جديدة طلعت عندنا. نفرقع دهن ونخليه على الوجه حتى تطلع دولماية تلمع. حبايب قلبي شوفوا، وإن شاء الله سهمنا وسهمكم عافية. وبعد ما كملت المطبخ شوفوا شلون صار. نشوفوا لا تقولون خالة مشاهد كبيرة بدك دلع. شوفوا الحمد لله والشكر. يعني هذا الجو كان مشمس حلو، كان كلش حلو الجو بوقتها، لا هو حار ولا هو بارد. ونظفت وجاي بنظف أنا بعدني هم بالسنق، يعني بس ردت أصوركم شوي نموذج. هاي الخضرة غاسلتها وعازلتها، وهاي الكاونتر البسيط. يعني بعد إن شاء الله على المستقبل أفصل لي واحد للمطبخ لأن مطبخ جديد. وهاي بعد ما كملت التنظيف والترتيب البسيط، يعني هاي سراحية بها لبن، لا تقولون نخليها هواي غراض على الكاونتر. هاي سراحية بها لبن، وهاي الخضرة غسلتها، وهاي جدورتي هنا مسوية طرشانة. والحمد لله والشكر على كل حال. حبايب قلبي شوفوا هذا الجو هنا صورتكم اياه. هنا قلبنا الدولمة، وما اقولكم عن الريحة مالتها ترست البيت ترست البيت ترس. شوفوها. سهمنا وسهمكم عافية إن شاء الله حبايب قلبي. ساعدوا هذا الفيديو وتزوروا لي إياه باللايكات والمشاهدات، وأقول لكم فيديو آخر. مع السلامة حبايبي متابعيني.